فكرت في مرة إنك ممكن تموت على يد دمية؟ طب فكرت في مرة إن ممكن الدمية اللي إحنا بنشتريها تكون مسكونة؟ صاحبي تعالى أما أحكي لك عن قصة الدمية المسكونة. كان في زوج وزوجة عايشين حياتهم سعداء ومش ناقصهم أي حاجة غير بس حاجة واحدة، إن هما كانوا متأخرين في الإنجاب، يعني ما كانش عندهم أطفال. الزوجة كانت بتشتري الدمية الجميلة أملا إن هي تجيب طفل جميل زيها. الزوج والزوجة كانوا بيروحوا الشغل مع بعض وبيجوا مع بعض. الزوجة كانت بتجيب معاه ويجاه خضروات وفواكه، كانت بتبدأ بقى تنضف البيت لما تيجي ومش عارف ايه والكلام ده. في مرة جم لقوا من البيت متنضف والأكل معمول، ففي الأول اتصدموا، فكروا اللي حد من قرايبهم هما اللي عامل فيهم الفصل ده. فالعملة دي قعدت تتكرر مرة واتنين وتلاتة، فاتصلوا بقرايبهم وبالجيران بيسألوهم، بس الكل أنكر إن هو يعرف أي حاجة. فالزوج والزوجة أصروا إن هما يعرفوا مين مين اللي بيجي ويحضر الأكل وينظف الشقة قبل ما هما ييجوا. فاتفقوا الاتنين إن هما يخرجوا من الشغل بدري، وفعلا خرجوا من الشغل بدري وراحوا البيت، بس لقوا الدمية هي اللي بتحضر الأكل وهي اللي بتجهز كل حاجة. سر الدمية اتكشف قدام الزوج والزوجة، فقررت الدمية اللي هي تقتلهم. الجيران سمعوا صوتهم فجريوا عشان يلحقوهم، فلقوهم نايمين على الأرض بعد ما ماتوا، والدمية نايمة جنبهم وماسكة السكينة. وديت يا صاحبي كانت القصة كلها. لو عجبك الفيديو اعمل فولو واضغط لايك، وسلام.